أهلا بكم أعزائي مستمعي إذاعة الراديو المجهول. لو أول مرة تسمعنا، إحنا بودكاست إذاعي بندعم فيه سياح الكادحين من العاملين أو اللي لسه بيدوروا على شغل أو اللي لسه في التعليم، وكمان سياح اللي قاعدين في البيت. هنتكلم عن مواضيع مختلفة مع شوية سياح حلوين. مواعيد برنامجنا حد وثلاث وخميس الساعة 7 صباحا. سواء كنت طالب لسه ورايح الجامعة مش طايق نفسك كالعادة وبتجري بين المواصلات عشان تلحق تروح جامعتك، أو موظف رايح شغل وبتجري علشان تلحق بصمتك، أهلا بيك في إذاعتنا. وانا لا مارد ولا عصفور. بمناسبة مصر وإيجيبت اللي بقت واخدة معنى مختلف عن معناها الأساسي وما بقاش مجرد فرق لغة بس، يعني مصر يعني إيجيبت بالإنجليش معروفة، لكن دلوقتي بقى معناها فرق طبقات بين الشباب المصري بالأخص. الله، هو مش الطبقات في مصر كانت غني ومتوسط الدخل وفقير ومنوفي؟ لا، هي بقت مصر وإيجيبت دلوقتي. طب الاتنين مصريين؟ الاتنين مصريين وعايشين في مصر، بس في شوية اختلافات بينهم في اللغة واسلوب الحياة والثقافة وستايل اللبس وحتى نوع الاغاني اللي بيسمعوها. يعني بتوع مصر مثلا بيسمعوا عبد الباسط، عنبة، كزبرة. هما دول مطربين ولا انا داخل سوبر ماركت؟ وطبعا بتوع ايجيبت بيسمعوا توليت، مروان باولو ومروان موسى وويجز، وده طبعا محايد بين الطبقتين. طبعا هتقولي ازاي مختلفين في اللغة؟ مش الاتنين بيتكلموا مصري برضو؟ هقولك لا، أهل إيجيبت هتلاقيهم ليهم لغة غريبة كده ما تتفهمش. هو عربي عامل حادثة طيب ولا إنجليزي مكسر؟ أيهما أقرب؟ بس اللي أعرفه إنك أول ما تسمعها بقك هتفتحه تلقائي وتتنح. وعلشان تتكلم إيجيبت يا عزيزي المستمع، أنت محتاج تنشط البلعوم أو تشيله خالص، ولازم آخر جملة تطول فيها زي بجد؟ بتهزر؟ ولازم يبقى فيه كلمات ومصطلحات إنجليش طبعا تعرفك قد إيه كان تعليمك مجاني. وطبعا مش هننسى طريقة كلام الممثلة المصرية أو قصدي الإيجيبتية وهي بتتكلم عن حملها، وكلنا لما سمعناها كنا عايزين نقول لها انت بتتكلمي كده ليه؟ مش ممكن، ده انت من إيجيبت جدا. وزي ما اتكلمنا عن لغة إيجيبت، خلينا نتكلم بقى عن لغة مصر الشعبي الجميلة. ما هو أهل إيجيبت مش أحسن مننا في حاجة، فتعالوا نعمل احنا كمان لغة ونخلي اللغة العربية كده تبكي في الزاوية. بصوا، هي ما اختلفتش كتير، بس تحس ان مخارج الحروف مش سالكة كده، في حاجة منها تطلع صح. تحس ان حد ماسك لها مطوة ولازم يستخدم ايده ويعقب وهو بيتكلم، وجملته بقى لا تخلو من يا اسطى ويا زميلي. وعلى فكرة انا واحد لا بيتكلم بالطريقة دي ولا بيتكلم بالطريقة دي اصلا. وضعي ايه بقى في وسطهم؟ يعني انا اكيد مش لوحدي، لان حقيقي انا ما بفهمهمش هما الاتنين اصلا. خلونا نكمل في الفروق ما بين مصر وإيجيبت في المعيشة. يعني أهل مصر كده بيقعدوا في بيت أو شقة على حسب، أوضتين 3 مثلا في حي عادي أو في شارع. إنما إيجيبت لأ، لازم كومباوند يحافظ على الكوميونتي، فتلاقي بقى بيسكن في زايد، التجمع، مدينتي كده يعني. وطبعا لو انت من مصر وحبيت تخرج مع أصحابك هتقعد على القهوة، وحسابكم كله بالإكرامية مش هيعدي 50 جنيه أو 100 جنيه بعد التعويم. لكن لو خروجه ايجيبتيه لازم يبقى في مول ولا في مطعم، وجزة تشيك بقى بيبدأ معاهم من 3000 وانت طالع. بما اننا جبنا سيرة الاكل، فبرضه الاتنين مختلفين. يعني اهل مصر ياكلوا على الفطار فول وطعمية وبيض مع كوباية شاي 50 كده، والغدا بقى بتاعهم كشري او رز وفراخ وملوخية، حاجات عارفينها. لكن لو من ايجيبت فالفطار كرواسون وكافي، او توست فيه جبنة وحاجات فوق بعض، او تعمل فرنش اومليت. ويوم ما يحب ياكل اكل اهل مصر بقى، خلى الطعميه جرين برجر، تخيل، والملوخيه جرين سوب والله العظيم. والسوشي ده شيء اساسي عندهم، هو وصوص البيستاشيو طبعا. نيجي للمشاريب بقى، اهل مصر بيشربوا شاي بالنعناع، قهوه، نسكافيه. لكن مشروبات ايجيبت بقى اسبريسو، ايس فرابيه، ايس موكا ويز كراميل اند فوم. انا الفوم الوحيد اللي اعرفه فوم الحلاقه، او بستخدم صابونه، والصابونه عندي بتصعب عليا من كتر ما انا مخليها متعدده الاستخدامات، غسيل ايد ووش وشاور، مش حللها. لكن في ايجيبت حوارات بقى، سكين كير روتين وهير روتين وهير ماسك وشاور جل وشامبو وحاجات تبيع كليتك عشان تجيبها. نيجي للمصروف بقى، العمله مختلفه شويه. يعني مصروف شاب صغير او بنوته ممكن يبدا 20 كي، بنقول عليها 20 كي. مش عارف دي عملة ولا الجودة بتاعت اليوتيوب طيب ولا ايه،
تحس إن اللي بيصرفوا في أسبوع قد مرتبك السنوي كده. أنا فاكر لما خدت 20 جنيه وأنا في إعدادي عزمت أصحابي وكانوا بص معتبريني من الأغنياء. حتى في الارتباط لو من مصر تقول خارج أفسح الحتة، إنما في إيجيبت بتقول أنا نازل ديت. ومصطلحات بقى في العلاقة غريبة، يعني توكسيك وريد فلاج ده لو وحش، إنما في مصر بنقول مصطلح واحد كلنا عارفينه بس مش هينفع للأسف نقوله. ما ينفعش. وطبعا التعليم والمدارس في ايجيبت بتلاقيها 3 حروف مختصرة من كلمة انجليش او الماني او فرنساوي على حسب مستواك الايجيبتاوي بقى. اما في مصر اسماء المدارس على اسماء شهداء او علماء، حاجة كده تشرح القلب الحزين. وطبعا اللانش بوكس بيفرق، لو من ايجيبت ممكن ياخد سموكين سالمون او روست بيف او سوشي. ما تستغربوش، ما انا قلت لكم انه شيء اساسي من شوية. اما بتوع مصر سندوتشات جبنة او لانشون، الحاجات المعروفة. انا مره شفت بوست الام حطت لابنها سندوتشات بط في اللانش بوكس، مش متخيل بط في السندوتشات، عملتها ازاي بنت اللعيبه دي. وتلاقي الاطفال في ايجيبت بيقولوا مامي ودادي او بابي وانكل، انها في مصر ماما، ياما، يا حاجه، يا حاج، على حسب الفئه العمريه بقى. حتى الاسماء برضو بقى في فرق، يعني مصر زمان كانت فيها اسامي طبيعيه زي احمد، يوسف، اسراء، فاطمه. انما الاسماء في ايجيبت لو بنات تلاقي اساميهم زي دارين، لارا، ريناد، فريده. ولو ولاد اياد، زياد، ايهم، دول دايما تلاقيهم من ايجيبت. وبعيدا بقى عن اننا بقينا بنسمع اسماء غريبه دلوقتي زي عبده حناكه، حوده الجن، وفي هي اسماء دي ولا الطلاسم يا جدعان. ونيجي بقى لللبس. الناس حتى في ايجيبت طبقات برضه، يعني لو من ايجيبت جدا هتلبس من بره، اللي هو ممكن الجاكيت يبقى بمرتبك عادي. ولو من ايجيبت بس فقير شويه هتلبس من زارا، بريشكا، اتش اند ام، ودي القطعه فيها بمرتبك برضه. هي مرتباتنا دي ملهاش اهل يسالوا عليها ولا ايه؟ اما لو حبيبنا من مصر فاحلى طقم متكامل تجيبه من الموسكي والعتبه، او حتى من الوكاله، ولا حتى من عم سيد فانيلا اللي في العريش. وطبعا ستايلات اللبس بتختلف، يعني اهل مصر هي بلوزه وبنطلون او جيبه او قميص وبنطلون باسمائهم العادي المعروفه يعني. انما في ايجيبت بقى هتلاقي كروب توب وبنطلون وايد ليج، ولازم يبقى مقطع او هوت شورت، وتحس ان في ازمه في القماش كده. وما شاء الله واخدين مناعه من البرد. وطبعا كل الاحترام لجميع الاذواق، وكل واحد يلبس اللي يحبه مناسب معاه، بس امانه عليكم تغطوا السره عشان دور البرد اللي داير اليومين دول. اسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى. وبمناسبة اسكندرية والأغنية الجميلة دي، فبرضه هقول لكم الفرق بين مصر وإيجيبت في المصايف أو الويك إند. لو أنت من إيجيبت فعندك الساحل الشرير أو الجونة، أو لو أنت عايز تعمل فيها من إيجيبت هتروح شرم الشيخ، وده طبعا في الويك إند بالنسبة لهم. لكن السفر ده بالنسبة لهم يعني بره مصر، تروح يوروب، بالي، المالديف، أو حتى دبي كده صد رد. أصل لما أنت تزهق وأنت من إيجيبت بتلم شنطتك وتطلع على المطار، تاخد الطيارة وتروح دبي أو تركيا أو أي دولة أوروبية، تعمل هناك بقى شوية شوبينج وترجع. أما لو أنت من مصر وعلى الله زي كده، فأنت آخرك تنزل على الكورنيش وتشرب حلبسة وتاكل ذرة مشوي، ولو في أول الشهر تنزل تروح على حالك في وسط البلد وتاكل آيس كريم بالعبد. لا معلش يا بتوع إيجيبت، إحنا بنعرف ندلع نفسنا برضه، أحسن تفتكروا بحقد عليكم ولا حاجة. وفي نهاية حلقتنا، سواء كنت من مصر أو من إيجيبت، أتمنى تكونوا استمتعتوا بحلقتنا، وأتمنى ما كنتش زعلت أي حد. وما تنسوش تشاركونا في الكومنتات في رأيكم في الحلقة، ولو عندكم طاقة صياح ممكن برضو تشاركونا على اللينك صراحة، هنسيب لكم اللينك في الوصف. شكرا على حسن استماعكم، ومستنيين مشاركتكم بمواضيع حلقات حابين إننا نتكلم عنها. واستنونا الحلقات اللي جاية مع موضوع مختلف وشوية صياح حلوين ورحلة بين الماضي والحاضر والمستقبل. كنتم مع إذاعة الراديو المجهول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.